السلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على البروسيس وعرفنا ان البروسيس هي البروجرام ان اكسكيوشن، يعني اي بروجرام موجود على الديسكتوب عادي كده انت مش مشغله بيبقى اسمه بروجرام عادي. اول ما تضغط عليه دبل كليك عشان يشتغل بتعمل له لود من الهارد للرام، وبيبقى هنا اسمه بروسيس. وعرفنا ايه هي الخصائص بتاعت البروسيس دي، وعرفنا البي سي بي وايه اهميته والتفاصيل دي كلها. دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل حاجة مختلفة، عايزين نعمل سكيدولينج للبروسيس دي. ده الشابتر بتاعنا بيتكلم عن كده. تعالى بقى نشوف احنا هنشتغل على ايه بالظبط. بص يا سيدي، انت عندك ثلاث انواع من التيرمز، عندك لونج تيرم ميديوم تيرم وشورت تيرم. ايه اللونج تيرم؟ اول حاجة ايه الرسمة دي؟ الرسمة دي احنا عارفين ان دي الحالات بتاعة البروسيس. البروسيس ممكن تكون ريدي، يعني معاها حاجتها كلها وجاهزة تشتغل، او راننج، هي شغالة بالفعل على السي بي يو، عمل لها ريليز وخلصت اصلا شغلها، او بلوجد واقفه مستنيه حاجه، واقفه مستنيه انبوت اوتبوت ديفايس او اي حاجه، او دي اتعمل لها سسبند اصلا. طيب احنا هنشتغل نعمل سكيدولينج لايه؟ للبروسيس اللي موجوده هنا في الريدي كيو. يعني ايه؟ يعني البروسيسز دي موجودين ومعاهم حاجتهم وجاهزين يشتغلوا. هنا في 5 6 بروسيس مثلا جاهزين يشتغلوا، احنا عايزين نعمل لهم سكيدولينج بقى. ملناش دعوه لا باللونج تيرم اللي هو بروسيس لسه جايه مثلا وهنضيفها في الريدي كيو، ولا نضيفها هنا، ولا ملناش دعوه بده دلوقتي. او مثلا الميديوم تيرم اللي هو عندك بروسيس معمول لها سسبند، عايز تجيبها تحطها في البلوجد ولا نحطها في الريدي، حاجات ملناش دعوه بده كله. احنا بنشتغل على الشورت تيرم. ايه هو؟ البروسيسز اللي موجودة هنا في الريدي كيو في الحتة دي كده، عايزين ناخدها نوديها على السي بي يو نعمل لها راننج. ده اللي احنا عايزين ننظمه. هنا عندنا اكتر من واحدة عايزين نشغلهم، هنشغلهم ازاي؟ بأنهي طريقة؟ بأنهي ترتيب؟ ده اللي احنا بنعمله. طيب ايه هدفنا من التنظيم ده؟ انت لما تيجي تنظم حاجة لازم يكون عندك هدف معين، بحيث ان انت تلاقي وانت شغال بالتنظيم تقدر تستهدف الهدف ده، يعني تقدر توصل له. هما 5 أهداف: 2 ماكسمايز و3 مينيمايز. عايزين نماكسمايز ايه؟ السي بي يو يوتيلايزيشن. يعني ايه؟ يعني نخلي السي بي يو شغال على طول قدر المستطاع، ما نخليش السي بي يو فاضي. فاضي دي يبقى انت محققتش الهدف بتاعك، لازم نعمل له يوتيلايزيشن يعني استغلال. طيب ماكسمايز الثروبوت. الثروبوت ده اللي هو ايه؟ عايزين بر يونت تايم، عايزين في الوقت او اليونت المعين من الوقت، وليكن السكند او الملي سكند او ايا كان الحاجه اللي انت بتحسبها، نطلع اكبر عدد من البروسيس، يعني نشغلهم. طيب مينيمايز ايه بقى؟ انت طبعا هتلاقيك مش عارف ولا ايه تيرن اراوند ولا الويتنج ولا الريسبونس ده. الخلاصه اي وقت عندك، اي تايم عندك احنا محتاجين نقلله، لان ده هيكون مفيد بالنسبه لنا في السكيدولينج بتاعنا. اي حاجه اي وقت بالنسبه لنا احنا عايزين نقلله. هل الكلام ده ينفع انا كنت اقوله دلوقتي؟ مش احسن حاجه ان يتقال دلوقتي الكلام ده. مع الوقت، مع واحنا شغالين في الفيديو ده والفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هتفهمه. بس اللي احنا عايزين نوصل له بالعقل كده، بغض النظر عن انت فاهم المصطلحات دي ولا لا. السي بي يو عايزين نشغله على طول، عايزين نطلع باكبر كم من البروسيس اللي اشتغل. اي وقت احنا بنستهلكه عايزين نقلل. دي اهدافنا من السكيدولينج بتاعنا. طيب في كونسبت كده محتاج تفهمهم قوي، ان دول حلوين مهمين جدا بالنسبه لنا: نون بري امتيف وبري امتيف. ايه النون بري امتيف والبري امتيف ده؟ ببساطه خالص، انت قلت للبروسيس رقم واحد خش اشتغل على السي بي يو. النون بري امتيف دي تقول لك البروسيس 1 دي ما تطلعش من السي بي يو غير لما تخلص شغلها كله. طب البري امتيف تقول لك لا، ممكن تدخلها مثلا، هي وليكن كانت عايزه 5 ثواني، دخلت تشتغل 3 ثواني، ممكن انت في النص تقول لها لا اطلعي عشان في حاجه اهم انا عايز اشغلها. فده الفرق بين النون بري امتيف والبري امتيف. نون بري امتيف البروسيس اللي بتدخل على السي بي يو ما بتطلعش من جوه غير لما تخلص اللي هي عايزاه كله. البري امتيف لا، ممكن توقفها في النص لان انت شايف ان في حاجه اهم تشتغل مكانها. طيب اول الجوريزم عندنا فيرست كام فيرست سيرف، اللي يجي الاول يدخل يخلص شغله الاول. ده كده ده الالجوريزم بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. السؤال بيجي ازاي؟ بيجي بالشكل ده، بيقول لك بيديك تيبل زي كده في البروسيسز اللي عندك 1 2 3 4، عندك 4 بروسيس موجودين. هتبدأ تشغلهم ازاي؟ عندك arrival time، الوقت اللي كل واحدة جت فيه.
ما هو البروسيس دي انت مش بتشغلش كل الابلكيشن مع بعض في نفس الوقت، بتضغط على واحد بعد كده جيت شويه تاني استخدمت وهكذا. فدي بي 1 مثلا كانت موجوده عند التايم 0، دي اول حاجه اشتغلت. بعد كده البي 2 جت عند ال 20، بي 3 25، بي 4 40 وهكذا. البراس تايم ده بتاع ايه؟ ده الوقت اللي كل بروسيس محتاجه تشتغل على السي بي يو. يعني البي 1 دي هتدخل على السي بي يو تاخد 50 ملي سكند على ما تخلص وهكذا. طيب السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك apply the first come first serve scheduling algorithm. first come first serve ده abbreviation اختصار. بعد كده بيقول لك draw جانت جراف او جانت تشارت. بعد كده calculate turn around time والwaiting time. تعالى واحدة واحدة، عايزين نرسم اول حاجة الجانت تشارت ده او الجانت جراف. بيترسم ازاي؟ مش احنا بنطبق هنا الالجوريزم بتاع الفيرست كام فيرست سيرف؟ تعالى نبدأ. ايه اللي جت الاول؟ بي 1، يبقى شغل بي 1. اشتغلت من 0 لحد 50. مش معنى 50 لان هي محتاجة 50. طيب بعد كده بي 2 جت اشتغلت من 50 ل 70. ليه 70؟ لان هي محتاجة 20 وهي جت عند 50، ف50 زائد 20 70. طيب بعد كده بي 3 من 70 ل 80 لان هي كانت محتاجة 10 بس. بي 4 من 80 ل 104 لان هي محتاجة 24. طيب ده شكل الجانت تشارت، ان انت بتقول له مين جه ومين اشتغل وكده بشكل فيجوال. طيب بعد كده عايزك تحسب الويتنج تايم. ايه هو الويتنج تايم اصلا؟ هو عايزك تجمع له تقول له كل بروسيس من دول فضلت واقفه متعطله مستنيه السي بي يو قد ايه. تعال نشوف. بي 1، هل بي 1 استنت حاجه؟ بي 1 جت عند الزيرو واشتغلت عند الزيرو يبقى ما استنتش، يبقى بي 1 ما استنتش حاجه. طب بي 2، بي 2 جت عند ال 20 وبدأت عند ال 50 يبقى استنت كام؟ استنت 30. طيب بعد كده بي 3، بي 3 جت عند ال 25 واشتغلت عند ال 70 يعني استنت كام؟ 45. طيب بعد كده بي 4، بي 4 جت عند ال 40 واشتغلت عند ال 80 يبقى استنت 40. يبقى مجموع ده كله الويتنج تايم اللي كله استنوه 115. طب لو كان السؤال قايل لك فيه افريج ويتنج تايم، اي افريج اقسم على عددهم. يعني تروح جاي هنا قاسم 115 دي على الاربعه يديك الافريج ويتنج تايم. طيب بعد كده ايه هو التيرن اراوند تايم؟ التيرن اراوند تايم ده الوقت اللي البروسيس اشتغلته واستنته الاتنين مع بعض. يعني من اول ما البروسيس جات لحد ما ايه، لحد ما مشيت خدت وقت قد ايه. الوقت اللي اشتغلته والوقت اللي ايه، اللي كانت مستنياه الاتنين مع بعض. تعال نشوف بي 1 عملت ايه. لو انت عايز تحسبها كقانون هتقول البراس تايم زائد الويتنج تايم. بي 1 اشتغلت قد ايه؟ اشتغلت 50 زائد استنت قد ايه؟ 0، يبقى التيرن اراوند تايم بتاعها 50. طيب البي 2، بي 2 استنت 30 واشتغلت قد ايه؟ 20، يبقى 50 برضه، يبقى بي 2 التيرن اراوند تايم بتاعها 50. طيب بي 3، بي 3 جات استنت 45 واشتغلت 10، يبقى التيرن اراوند تايم بتاعه كله كام؟ 55. طيب بعد كده بي 4 استنت 40 واشتغلت قد ايه؟ استنت هي 40 بعد كده اشتغلت 24 يبقى 64. تمام؟ دي الفكرة بتاعت الفيرست كام فيرست سيرف، بيقول لك اللي يجي الأول شغله الأول وبعد كده اللي بعده واللي بعده وهكذا. فاحنا أكننا بنعمل كيو بشكل عادي خالص. تعمل كيو كده وتوقفهم فيه. بي 1 جت الأول، بعد كده بي 2 جت بعديه، بعد كده بي 3 جت بعديه وهكذا، بعد كده بي 4 وتبدأ تشغلهم. بي 1 تشتغل، بعد كده بي 2، بعد كده بي 3، بعد كده بي 4 وهكذا. دي فكرة الفيرست كام فيرست سيرف. طيب تاني الجوريزم عندنا بيقول لك شورت جوب فيرست. بيقول لك هتشوف البروسيس اللي محتاجة وقت اللي قليل نشغلها الأول، وده طريقة. بيقول لك non preemptive. يعني ايه non preemptive بقى هنا؟ قلنا non preemptive دي يعني البروسيس اللي هتدخل تشتغل مش هتطلع غير امتى؟ وقت ما تخلص شغلها كله. هنا بقى احنا محتاجين نكونسيدر الاررايفل تايم ده كويس جدا، محتاجين نبقى عارفين الاررايفل تايم ده. تعالى نرسم الاول الجانت تشارت. احنا هنا بنشغل ازاي واحنا بنفكر ازاي؟ عندنا بي 1 بي 2 بي 3 بي 4.
هنا الالجوريزم بيقول لك shortest job first، يعني اقل وقت من دول هو اللي يشتغل. فانت تيجي تبص تقول لي يبقى نشغل بي 3. اقول لك اشمعنى بي 3؟ تقول لي بي 3 اقل وقت. اقول لك انت كده مش مركز بربع جنيه. ليه بقى؟ لان انت عندك arrival time، انت في التايم زيرو. حلو، في التايم زيرو هتيجي تشغل لي واحده في التايم 25، يعني هي لسه ما جاتش اصلا. انت هنا المنطقي تشغل انهي؟ تشغل بي 1. ليه؟ انت ما عندكش ولا بي 2 ولا بي 3 ولا بي 4 اصلا دلوقتي، كل ده لسه ما جاش، انت ما عندكش غير دي، ما بينفعش تقارن بينها وبين الباقيين. هندخل نروح مشغلين بي 1 من 0 لحد 50. تمام تمام. هنا بقى احنا عند التايم 50. حلو حلو. فدي موجودة ودي موجودة ودي موجودة. هنا بقى نبدأ نقارن نشوف انهي اقل تايم من دول. هتقول لي بي 3، اقول لك 100 100. تعالى نشغل بي 3. طيب خلاص كده دي ما بقى لنا بي 2 وبقى لنا بي 4. دي عايزة 20 ودي عايزة 24. نشغل انهي؟ نشغل اللي عايزة 20. بعد كده ما بقلناش غير بي 4، هنروح مشغلين. جميل. يبقى الشورتست جوب فيرست، الاقل هو اللي اشتغل الاول. بس لازم وانت بتقول الاقل يشتغل الاول دي تبقى مركز جدا في الاررايفل تايم، مهم جدا. لان انت لو كنت جيت بقول لك كده كنت عكيت الدنيا، كنت جيت قلت لي شغل لي بي 3 الاول. طب يا عم بي 3 لسه ما جاتش، لا انت شغلتها الاول. طيب بعد كده تعالى نحسب الويتنج تايم. بنحسب الويتنج تايم ازاي؟ بنشوف كل بروسيس جت امتى واشتغلت امتى ونطرحهم من بعض، نحسب هي وقفت استنت قد ايه. طيب بي 1 جت عند التايم 0 واشتغلت امتى؟ عند التايم 0، يبقى بي 1 ايه؟ مستنتش حاجه. طيب بي 2، بي 2 عملت ايه هنا؟ بي 2 جت عند الوقت 20 واشتغلت عند ال 60، يبقى هي استنت قد ايه؟ 40. اهي بي 3 ظهرت. طيب بي 3 جت عند الوقت 25 واشتغلت في 50، يبقى استنت قد ايه؟ 25. طيب بعد كده عندك البي 4 جت 40 اشتغلت 80، يبقى استنت كام؟ 40. يبقى احنا الويتنج تايم كله 115. لو تفتكر في الالجوريزم اللي فات بتاع الفيرست كام فيرست سيرف، استنينا الويتنج تايم ده اما حسبناه طلع 115. فهنا احنا هنا عملنا ايه؟ حسنا الوقت، قللنا الوقت. فدي من ضمن اهدافنا. الشورت شورت جوب فيرست، قلل الويتنج تايم. تعال نحسب التيرن اراوند تايم. بي 1، بي 1 عملت ايه؟ استنت 0 واشتغلت قد ايه؟ 50، يبقى البي 1 تيرن اراوند تايم بتاعها 50. بي 2 استنت 40 واشتغلت قد ايه؟ 20، يبقى كله كام؟ 60. بي 3، بي 3 استنت 25 واشتغلت 10، يبقى كله كام؟ 35. بي 4 استنت 40 واشتغلت 24، يبقى كله 64. ده التيرن اراوند تايم بتاع كل واحد. طيب هنا بقى احنا اشتغلنا shortest job first non preemptive، يعني اللي كانت بتدخل ما كناش بنطلعها غير لما تخلص. بي 1 دخلناها على السي بي يو ما طلعتش غير امتى؟ وقت لما خلصت. مع العلم ان في التايم 20 هنا مثلا، التايم 20 كانت البي 2 جات وهي وقتها اقل. بس انت هنا هتقول لي لا احنا شغالين نون بري امتيف، يعني اللي تدخل ما ينفعش تخرج غير اما تخلص. وده اللي احنا هنحله في ايه؟ في الالجوريزم الجاي. هو شورتست جوب فيرست، اللي يجي الاول اللي وقته اقل يشتغل الاول بس بري امتيف. وهنا هنسميه shortest remaining first، ده بري امتيف. يبقى ايه؟ في اتنين الجوريزم. shortest job first ليه شكلين، اما non preemptive واما preemptive. وهو non preemptive بنسميه shortest job first، ده الاختصار بتاعه SGF. وهو preemptive بنسميه SRF. يبقى انت لما تشوف حاجه من الاتنين دول تعرف ايه؟ ان احنا عايزين نشتغل ايه. مش لازم اقول لك preemptive ولا non preemptive، انت تشوف ده تعرف. هنا remaining time دي بتدل لك ان انت ايه؟ preemptive، يعني ينفع توقف البروسيس وهي شغاله في النص. لكن لو كان مكتوب اس جي اف لا، تعرف ان انت شغال الوقت قليل يشتغل الاول بس ايه؟ نون بري امتيف، اللي تدخل ما ينفعش تطلعه.
طيب تعالى نشوف هيفرق معانا في ايه. الجانت تشارت، اول حاجه احنا عايزين اهو عند البي، عند البي 1 هي اللي جت عند التايم 0، هنشغلها في الاول. هنشغلها لحد فين بقى؟ هنشغلها لحد 20 بس. ليه شغلناها لحد 20 مع ان هي كانت محتاجه 50؟ هتقول لي لان احنا هنا شغالين بري امتيف، يعني ينفع نطلعها في النص ونشغل مكانها بي 2. طب ليه اشمعنى نشغل بي 2؟ لان بي 2 هتحتاج وقت قليل. طب عرفنا منين ان هي محتاجه وقت قليل؟ احنا شغلنا بي 1 من 0 لحد 20. حلو حلو. طيب من 0 لحد 20 هنشوف هنا كده اشتغلت قد ايه؟ اشتغلت 20، يبقى باقي لها قد ايه؟ باقي لها 30. حلو، باقي لها 30، ده كلام منطقي، واحنا شغلنا منها 20 يبقى لها 30. نشوف بقى 30 دي اكبر ولا ال 20؟ لا ال 30 اكبر، يبقى الاولى ان احنا نشغل بي 2. هنشغل بي 2 لحد كام؟ هنشغلها 5 بس. تقول لي ليه؟ ما هي الاقل. اقول لك ما هو بعد 5 ثواني هتكون بي 3 جات، وبي 3 محتاجة 10 بس، واحنا شغلنا من بي 2 كام؟ شغلناش منها غير 5، يعني احنا بقينا هنا 15. يبقى اما نيجي نقارن نقول 30 ولا 15 ولا 10؟ لا العشرة تكسب، يبقى شغال ال10. جينا شغلنا بي 3 من 25 ل 35، يبقى بي 3 بالنسبة لنا ايه؟ done، خلصت بي 3. طب هتقولي اشمعنى شغلتها كده؟ هقول لك لان من 25 ل 35 مفيش اي بروسيس جديدة جت. بروسيس اللي بي 4 دي لسه ما جاتش لحد دلوقتي اصلا، دي لسه. طيب هنشوف بقى بعد كده عندنا 15 و30. هنشغل بي 2 ليه؟ لان هي الاقل، احنا شغالين shortest job first. اشتغلت من 35 لحد كام؟ لحد 50، اذا بي 2 خلصت. هتقول لي طب ما وقفناش عند ال 40 ليه عشان نشوف بي 4؟ اقول لك بي 4 اصلا محتاجه 24 ودي 15، فدي اقل، فدي لازم تشتغل. طيب بعد كده عندنا بي 1 وعندنا بي 4. بي 1 محتاجه قد ايه؟ محتاجه 30. بي 4 محتاجه 24، يبقى نعمل مين؟ يبقى نخلص بي 4. طيب بعد كده دي كده بي 4 خلصت. بعد كده ما عندناش غير بي 1 ونروح مشغلينها ايه؟ 30 بتوع. هنا بقى هيبان لك اللعبكه بتاعت الويتنج تايم والتيرن اراوند تايم. هنشوف هنحسب الويتنج تايم ازاي. عشان ما تلخبطش نفسك لازم تركز في الحته دي. احنا عندنا اهو بص بي 1 اشتغلت هنا، وبعد كده استنت ده كله واشتغلت هنا. طيب هنحسب ده الكلام ده ازاي؟ هنشوف الويتنج تايم بتاع البي 1. البي 1 جت عند امتى؟ جت عند الزيرو. اشتغلت عند الزيرو، يبقى الويتنج تايم بتاعها زيرو؟ لا، يبقى انت كده مش مركز بربع جنيه، لسه فيها هي وقفت واشتغلت تاني. استنت قد ايه هنا؟ الحته دي كلها بي 1 كانت مستنياه، اللي هو 74 ناقص 20. ده الوقت اللي ايه؟ اللي كانت مستنياه، اللي هو يديك كام؟ 54. 74 ناقص 20 هتديك 54، يبقى ده الويتنج تايم بتاع البي ايه؟ بي 1. طيب بعد كده تعالى نشوف البي 2. البي 2 جات عند 20. شغلناها امتى؟ شغلناها عند 20 فعلا. هل يبقى كده خلاص؟ لا، هي وقفت استنت شويه هنا دول كلهم كده، وبعد كده اشتغلت تاني. يبقى الويتنج تايم بتاع البي 2 كام؟ 10، اللي هو 35 ناقص 25. طيب بعد كده البي 3. البي 3 جت عند 25، ورحنا لقيناها اشتغلت عند 25 وفضلت شغاله لحد ما خلصت. يبقى كده الويتنج تايم بتاعها كام؟ 0. طيب بعد كده عندك البي 4. البي 4 جات عند 40. اشتغلت امتى؟ عند 50. يبقى هنا استنت كام؟ 10. يبقى التوتال كله كام؟ 74. لو خدت بالك هتلاقي ان الويتنج تايم قاعد يقل. 115 في الفيرست كوم فيرست سيرف، بعد كده بقى 105 في الشورت جوب فيرست. بعد كده لما اشتغلنا بري امتيف وصل ل 74. تعال نحسب التيرن اراوند تايم. التيرن اراوند تايم بقى سهل بقى خلاص. بنشوف بي 1. بي 1 دي قعدت قد ايه؟ قعدت 54. واشتغلت قد ايه؟ اشتغلت 50، يبقى 104. بي 2 استنت 10 واشتغلت 20، 30. بي 3 استنت 0 واشتغلت 10، 14. بي 4
استنت 10 واشتغلت 24 يبقى 34. تمام. يبقى انا اللي عايزك تطلع منه من الفيديو ده كله تكون دماغك اترتبت. احنا بنشتغل ازاي؟ بيجي يطلب منك يقول لك ارسم لي الجانت تشارت، بعد كده كالكوليت الويتنج تايم والتيرن اراوند تايم. ايه الفكره هنا؟ لو جه هنا قال لك الافريج ويتنج تايم، بتروح انت عامل ايه؟ 74 دي على الاربعه وتطلع الناتج. بقى ده ايه؟ ده الافريج ويتنج تايم. طب لو احنا عايزين الافريج تيرن اراوند تايم، بتجمع 104 زائد 30 زائد 10 زائد 34، والناتج اللي يطلع لك تقسمه على كام؟ على الأربعة برضه على عدده. جميل. ده لما يجي في السؤال كلمة افريج. بس كده احنا عملنا الاتنين الجوريزم دول. أول واحد بالنسبة لنا ده اللي هو الفيرست كام فيرست سيرف، بعد كده الشورتست جوب فيرست، وقلنا إن ده في منه نوعين، في منه نون بري امتيف وفي منه بري امتيف. لما يكون نون بري امتيف بيقول لك اس جي شورتست جوب فيرست، لما يكون بري امتيف بيقول لك اس ار اف. يبقى انت تشوف الاختصار ده تعرف ان انت هنا هتشتغل بري امتيف، اللي يجي الوقت قليل يشتغل الاول بس بري امتيف يعني ينفع يطلع. هنا الوقت قليل يشتغل بس يشتغل لحد ما يخلص. فيرست كام فيرست سيرف اللي بيجي الاول بيشتغل لحد ما يخلص وخلاص.